السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. النهارده كده عملنا حاجة خفيفة بسيطة حلوة أوي أوي أوي، هتحبوها وأولادكم هيحبوها وهي جميلة أصلا. هو الإسكندرانية كلها عارفينها، ده بيقولوا عليه كشري اسكندراني، بس بجد حلو. ده أنا معايا نص كيلو رز، ومعايا بتاع، هو أكتر من تمن عدس. في ناس بتحط الرز قد العدس، بس لا أنا ما حبيتهوش الرز قد العدس. احنا بنقلل العدس شوية، بيدي طعمه حلو. ومعايا بصلايه كده حلوه، مش يعني حلوه كبيره شويه، مش كبيره قوي يعني. وهنا معايا بيض. الموضوع سهل وبسيط قوي. تعالي كده انا هعمل لك بالخطوات اللي كانت امي بتعمله بيها. انا امي كانت بتعمله كده وكنا بناكله كده. في ناس بتجود، ناس بتزود، ناس بتعمله بطريقه تانية، انتي حره، بس انا الطريقه دي بجد حلوه قوي. حطيت معلقه سمنه، حبه زيت، وهنزل بالبصلايه. مش هاخلّي البصلاية بتاعتي تحمر، يا دوبك بس تدبل وتاخد لون كده مصفر شكله حلو، تمام، عشان أحس بطعم البصلاية وتبقى مسكّرة. يعني أنا مش باحمّرها عشان خاطر إيه، يبقى طعمها برضه موجود كده في الأكل ونحس بيه. هنا أنا هانزّل العدس بتاعي وهاشوّحه. في ناس برضه بتحط الرز على العدس وتغسله وبعد كده تنزّل الرز والعدس مع بعض. لأ، بس أنا باحب أنزّل العدس كده الأول يطلّع ريحته وياخد كده قرمشة عن الرز. يعني إحنا بنعمله كده، أنا اتعودت إن ماما بتعمله كده، فأنا اتعودت إن أنا أعمله كده بصراحة. حاولت إن أنا أجوّد والله، بس ما عرفتش، لقيت نفسي إن أنا باعمل هي الخطوات اللي أمي الله يرحمها ألف رحمة ونور عليكِ يا أمي، هي كانت بتعمله كده وأنا باعمله زيها. تمام. هنا طبعا كنت غاسله الرز بتاعي ناشف، برضو هروح نازله بالرز وهفضل اقلب فيه واشوحه. بصي، وانت كل ما بتشوحي الحاجه معاكي في الزيت والحاجه دي، حقيقي حقيقي الحاجه بتبقى طعمها حلو. لما الحاجه كده بتاخد تشويحتها وبتاخد السوى المظبوط بتاعها، بجد بتبقى تحفه وخرافه. هنا انا حطيت واحده ماجي وهظبط الملح بتاعي. مش هحط حاجه تاني في الرز والعدس نهائي، ماجي وملح بس. وطبعًا زي ما قُلت لِك في ناس بتعمله بطريقة تانية برضه، وأنتِ اللي أنتِ يريحِك اعمليه، بس أنا بجد الطريقة دي أنا بانصحِك إن أنتِ تعملي بالطريقة دي. والله العظيم قسمًا بالله كان طعمه تحفة ومفلفل وجميل. وأنا باصوّر كده كان في كذا حاجة كده ما جاتش في قلب الكاميرا، كنت مفكّرة إن الكاميرا بتصوّر، بس أتاري الكاميرا ما كانتش بتصوّر. أنا اتضايقت أوي، بس مش مهم تتعوّد. هنا طبعًا كان اتشوّح معايا ونزّلت المَيّة بتاعتي أهيّة، يا دوبك المَيّة تغطّي الرز والعدس، يعني عُقلة كده، هادّي عُقلة كده فوق الرز والعدس مَيّة بس. وهاخلّي النار بتاعتي وسط مش عالية، هاخلّيها وسط، وأول ما الرز بتاعي يتشرّب هابتدي إن أنا أوطّي عليه وأقلّبه كده تقليبة وخلاص، وهاروح موطّية عليه. هيطلع معاكِ مفلفل، قسمًا بالله هتلاقي كده إيه، الرُزاية لوحدها والعدساية لوحدها ومفلفل كده وجميل. أنا هنا كنت بادوقه وباشوفه محتاج مَيّة تاني والّا لأ، محتاج ملح تاني والّا لأ، فلقيته محتاج شوية ملح، فاديته الملح بتاعه كده خلاص. هو اتشرب معايا، أنا هاسيبه بقى يغلي، وأول ما يغلي هاروح موطية عليه زي ما قُلت لِك على نار واطية، وهاسيبه كده يستوي. ده أول لمّا يتشرب، هاوطّي النار أول ما يتشرب. هنا أنا معايا البيض بتاعي حطيته يغلي، وهاحط فيه شوية ملح. أنا هاحط ليه شوية ملح؟ عشان لمّا تيجي تقشّريه يتقشّر معاكِ من غير ما يتجرّح، اللي هو يعني إيه القشرة بتاعته تطلع معاكِ سلسة كده وبسيطة. هنا معايا حبة زيت ومعايا فصين توم، فصين 2 توم، مش كتير، يعني عشان الموضوع ما يبقاش فيه حمو كده وزيادة يعني. هنا أنا كنت حطيت بقى التوم، وكنت هو كان كده احمر، وهانزل عليه بمعلقة خل كبيرة، معلقة خل كبيرة. وهنا كنت ضاربة الطماطم بتاعتي، في ناس بتعصرها وفي ناس ما بتعصرهاش، بس أنا بصراحة مش باعصرها، لأن الفايدة أصلًا كلها في قلب قشر الطماطم. هنا حطيت فلفل، كمون، كزبرة، وهاحط ملح. اللعبة كلها في الصلصة، وواحدة ماجي. حطيت ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، وهاحط واحدة ماجي، وهاضبط الملح بتاعه. حسيتِ الصلصة بتاعتِك تقيلة زودي شوية مَيّة، مضبوطة يبقى خلاص ما تزوديش، بس أنا زودت شوية مَيّة. دي طبعًا كانت من ضمن الحاجات اللي أنا كنت باصورها فيديو، وطبعًا الكاميرا إيه ما جابتش وأنا بازود المَيّة. أول ما حسيت إن هي اتسبكت كده فكانت احتاجت مَيّة. وهنا البيض بتاعي طبعًا قشّرته ودحرجته برضه في السمنة كان موجود، والرز كنت باورّي لكم إن هو قد إيه مفلفل وحلو، بس أتاري الكاميرا كل ده ما كانتش بتصوّر، بس مش مهم. هنا كان خلص، كان بُصّي الرُزاية والله العظيم كان فلفل أوي،
والبيض هنا كنت دحرجته كده في معلقة سمنة وقطعته، وهنا كده شوية خضرة عشان خاطر بس نكسر اللون. يا رب يكون عجبكم. وهنا طبعا الصلصة اهي كانت طعمها تحفة. جربوا طريقتي وجربوا، دي مش طريقتي، دي طريقة ماما، وترحموا لي عليها. وربنا يسعد قلوبكم وربنا ينجح اولادكم كلكم. ربنا يا رب يا رب يسعدكم ويطعمكم وينولكم كل اللي نفسكم فيه ويفرح قلوبكم. يا رب ربنا يفرح قلوبكم. شكرا.